بسم الله الرحمن الرحيم. رجعت لكم تاني في فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده عملناه قبل كده زمان، بس زمان كان التقليد بنسبة بسيطة، التقليد ما كانش عالي. دلوقتي الكاسيو الأصلي من كاسيو 159 دبليو بقى بيتقلد التقليد بتاعه عالي جدا، وفي حاجات أعلى تقليدها أعلى من اللي أنا موريها لكم دلوقتي في الفيديو. دلوقتي أكيد واضح للناس كتير فاهمة دي الأصلي ودي التقليد. طيب ايه الفكرة بقى او ايه التطور اللي حصل؟ اللهم صل على النبي. يعني اول حاجة حوار لو بصينا ورا حوار الكود اللي بنتكلم فيه اللي بيبقى مكتوب على السير اهو، زي كده مثلا. ده ما كانش بيبقى موجود غير في الساعة الاصلي. نزوم شوية. هنا مكتوب اس اي 4811. دي في التقليد، ده ما كانش بيبقى موجود في التقليد. تعال نبص في الاصلي اهي. الفكرة بقى كلها اللي احنا هنميزها ازاي. في الاصلي بتبقى محفورة حفر بارز، حفر شديد شوية زي ما انتوا شايفين كده، واضحة جدا. تعالى في التقليد في نفس الكود، بس الحفر بتاعه تعبان شوية، مش معمول بالطريقة اللي موجودة في الاصل. طيب ايه تاني؟ الاستانلس برضو مهما كانوا منضفينه برضو اقل شوية، بس برضو السير عادي. يعني ممكن يبقى يعني في حاجات نزلت. الاستانلس بتاع الساعة جودته عالية، اعلى من اللي انا جايبها دي. ان شاء الله برضو هحاول اجيب لكم حاجة تقليدها اعلى. المهم اللي معايا ديت نفس التقليد من ناحية الكتابة السيريال. برضو في عندنا التقليد بتاع حوار كلمة كاسيو. ده من زمان موجود على فكرة، ولسه الناس برضو بتتخدع وتقولك الساعة الأصلي تدينا كلمة كاسيو. سبق ونزلت فيديو على الحوار ده. يعني لو دوست هنا دوسة طويلة موجود كلمة كاسيو. التقطيع ده في الساعة هنا موجود كلمة كاسيو. دي الأصلي ودي التقليد، تمام. برضو بتدي كلمة كاسيو في التقليد عادي، وبس البطارية هنا ضعيفة في الساعة ديت، عشان كده الإضاءة بتاعت الأرقام مش واضحة أوي، تمام. لكن هي إضاءتها في الأرقام تبقى أعلى من كده. الفكرة إن هي برضو بتدي كلمة كاسيو. طيب ايه تاني في التقليد بقى موجود؟ عندنا هنا المسمار. دايما الاصل بيبقى فيها المسمار اللي هو ينفع عادة وينفع صليبة، اللي فيه حز مفتوح زي كده، تمام. التقليد مفهوش الكلام ده، بس انا معرفش حاليا وصلوا للحوار ان هو المسمار بقى اي كمان يتعمل ولا لا. الفكرة كلها ان الحوار ده مش صعب، انه يقلد او يجيب اسطمبة مسمار تبقى عاملة زي كده. مش صعب على التقليد عامة ان هم يعملوا كده. لو هم عملوا كل ده مش هيجي على المسمار الحزين ده ومعرفوش يعملوه، تمام. بس انا حاليا ما وقعتش في حاجة تقليد مسمارها نفس مسمار كده، تمام. في بند كنا قلنا قبل كده انه انت لما بتميل الساعة، يعني دي الاصلي ودي التقليد، بتميل الساعة كده اهي، تمام. الاصلي مفيش اي تداخل في الارقام بتاتا، مفيش اي حاجة ظاهرة زيادة. مجرد ما انت تلاقي ان الساعة بتاعتك فيها زيادات يبقى في شك فيها، تمام. يعني هو كده تمام. نيجي نميل هلاقي كل ارقام الشاشة ظهرت اللي هي في التقليد. هلاقي فوق هنا عند التاريخ 8 ظهر جنبه 2 اهو. هنا مفيش اي ارقام زيادة ظهرت، ماشي. تعال بقى نبص لامور زيادة ممكن انت هتاخد بالك منها. ممكن الاصلي ما بيكتبش عليها جبان يو، دي موجودة في التقليد، مش موجودة في الاصلي، وما سبقش ان انا لقيتها في الاصلي، تمام. ما اعرفش نزلت في موديلات حديثة ولا لا، بس الموديل ده انا معايا ده مش قديم، ده جديد. فالتقليد مكتوب هنا جبان يو، هنا مش مكتوب. وثواني برضو للتأكيد، في عندي ظرف كاسيو اشوفه اذا كان موجود في الظرف مكتوب ولا لا.
هوقف الفيديو لحظة كده لحد ما اطلع الظرف. تمام، رجعت لكم اهو. ده ظرف كاسيو، دي من الظروف النظيفة. تمام، من غير ما نفتحها او هفتحها لكم برضه. هنشوف مسمارها عامل ازاي والكتابة عاملة ازاي. بالنسبة للكتابة في هنا مكتوب جابانيو. تمام، ان هما تقليدهم برضو مش رافعين التقليد عادي، بس هو الظرف احلى حتى من الراكب في الساعة التقليد. تمام، ده بيسموه ظرف اصلي في السوق. اللهم صل على النبي. هنا الوتر ريستارت المكتوب تحت هنا ووتر ريسيت واضحة، هنا مش واضحة. فكرة ان الجابانيو موجودة هنا موجودة في التقليد، في الاصلي مش موجود هنا جابانيو. تمام، فانا ما شفتش لحد دلوقتي ساعة بشتريها او بجيبها من التوكيل اصلي مكتوب فينا في الحتة دي جابانيو. فدي من ضمن الحاجات اللي بلتفت ليها كده لفتة سريعة يعني. هنا مثلا ما شاء الله مقلدين لون الكتابة بالظبط، يعني الى حد ما الكتابة درجة لون الكتابة هنا بتبقى صفر هنا، والفونت مقارب ليه. هنا وهنا هنا لون برتقالي الى حد ما، لكن انا بص هنا شايف هتشوفوا الفرق ولا لا؟ هنا اغمق. تمام، تكون الامور واضحه ليكم. بالنسبه للمسامير، بتهيألي المسامير اللي جايه مع الظرف مسامير صليبه بس، متنفعش عادي، يعني اللي هي نفس المسامير اللي موجوده في التقليد. اللي هي الايه، والله تقريبا مقلدين، يعني مقلدين المسمار الى حد ما، مقلدين انه يبقى عادة وصليبة، يعني في تقليد في المسمار زي ما توقعت. غير اللي يدقق اوي هياخد باله من ان ايه، ان هو تقليد. يعني نبص هنا هنلاقي نافع يبقى عادة ونافع يبقى ايه صليبة، بس مش بالدرجة اللي موجودة فيها في الأصلي. الفكرة انه حتى المسمار قلدوه. تمام، انا حاسس ان انا هوصل لمرحلة بعد كده قدام شوية مش هعرف افرق ما بين الاصل والتقليد، يبقى الموضوع مرهق الى حد ما. المهم خلينا نركز بس في الامور اللي قلت لكم عليها. زي ما قلت لكم، اول حاجه هنركز على حوار جابانيو دي، وهركز على الكتابه اللي تحت ديت في الاصلي واضحه بالشكل ده. تقليد الى حد ما مش عارفين يظبطوها. تمام، لسه بس مصيرهم هيقلدوها. كذلك الكتابه لما تيجي تميل المستوى ده تمام مفيش اي مشكله، المستوى ده مفيش اي مشكله. ميل لي جامد كده يا باشا وتبص لقيت في ارقام زيادة ظهرت، تعرف اوريدي ان هي تقليد. يعني بص جنب ال24 في دي في التقليد ظهرت البي ام، هنا ما ظهرتش. هنا مش تظهر غير لو انا دوست هنا، يعني لو دوست ايه تظبيط اللي هي تبقى بي ام. القصد يعني عامة ان هي مش باينة جنب ال24، دي جنبها ظهرت كل حاجة مختفية انت لاغيها. الكتابة بتاعتها انا مش عارف ان انتوا صعب شوية غير لما تمسكوا ساعتين تفرقوا ما بين اللونين بتاع الكتابة. بس نركز في اللي قلت عليه، حوار كلمة كاسيو بقت تتقلد، وده من زمان مش من دلوقتي. عشان في لحد دلوقتي بشوف ناس بتنزل فيديوهات بتقول للناس تعرف الاصل من التقليد ازاي بكلمة كاسيو.
لا، كلمة كاسيو يا باشا من زمان جدا موجودة في التقليد عادي جدا. الاستانلس بنضافته بقى يتقلد. تمام. فهو دلوقتي زي ما قلت لكم احنا دلوقتي اللي قادرين نمسك فيه شوية حوار ماكينة لما تيجي نقلب كده على جنب. انا مش عاوز اوصلكم مرحلة ان انا افتح الساعة واوريكم المكانتين، لان الحوار ده صعب، وصعب تخش على محل وتقول له وريني المكنة دي والمكنة دي، محدش هيرضى. تمام. لكن حوار الميل تمام، وحوار الجبان يودي انا ما شفتهاش لحد دلوقتي في ساعة اصلي انا اشتغلت فيها. تمام. شفتهاش غير في التقليد والظرف لما اجي اغير ظرف الساعة. وحوار الكاسيو دي اتقلدت، والمسمار زي ما انا وريت لكم كده في الظرف اللي عندي اتقلد. نركز برضو في حوار الايه، في حوار السيريال اللي مكتوب واللي موجود في الظرف هنا. تمام. لانه في التقليد اخف، في الاصل زي ما انتم شايفين محفور بطريقة عالية. بالنسبة بقى للكتابة اللي على القصعة واحدة، بص كده مقلدين عادي الكتابة اللي موجودة في الظهر من ورا. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو وفهمتوا. وبتهيألي ان في التطور اللي جاي ان شاء الله انا مش هعرف افرق بين الاصل والتقليد، بس انا حبيت ان انا احدث ليكم بفيديو جديد ازاي تفرق ما بين الكاسيو الاصلي والتقليد. لو حد محتاج اي حاجه او اي استفسار، والعلم بالشيء الناس اللي بتبعت لي على الواتساب وتصور لي الساعتين، انا والله لو الساعات وصلت لمرحله اللي انا مش هعرف افرقهم غير لما يبقوا الساعه قدامي عشان امسكها واعينها. لكن انت تقعد تصور لي المسمار بقى يتقلد، هتصور لي الساعه وهي مايله، انا لازم اشوفها بعيني. فالحوار ان انت تصور لي ساعتك وتقول لي ده اصل ولا تقليد، الحوار هيبقى شق معايا شويه، مش هعرف يعني افرق من الصور. يعني حوار ان انت تصور لي وتبعت لي او فيديو تبعت لي هتبقى صعب. انت شوف الفيديو اللي انا وريته لك وافهم منه، بس دي الفكره كلها. وحوار سعر الساعه لما بنتكلم بتاريخ النهارده، لو احنا في شهر 9 2023 السعر الحالي وصل ل 700 جنيه و800 جنيه، ويمكن تلاقيها على نون معديه ال1000 جنيه، لان هم بياخدوا نسبه من البياعين او اللي بيعرضوا الساعات. لدرجه انا شفت الكاسيو الحريمي نازل ب1200 و1300، في حين الكاسيو الحريمي سعرها الحالي في المحلات الطبيعي 700 800. تمام. فحد بيبيع اقل من كده وارد يكون عنده سعر قديم او كان جايب كميه زمان وراكنهم وبيبيع بالسعر القديم عشان ما اظلمش حد. ووارد يكون مش الأصلية، لأن الأصلية حاليا من التوكيل نفسه مفيش حاجة اسمها 400 و300 و200 والكلام ده كله. وارد يبقى هو كان عنده بسعر قديم ومخزن، ماشي، ده عشان أنا بفترض دايما حسن النوايا يعني. فأتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، متنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس، وإن شاء الله مش هنساكوا دايما، وأحاول إلى حد ما أوعيكم بين الأصل والتقليد عشان محدش يضحك عليكم. متنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس.